صوت الصحافة، نبض الخبر. يستعد نادي الاتحاد السعودي لتدشين مرحلة انتقالية شاملة بعد خروج الفريق بموسم صفري مخيب للآمال فقد خلاله بريقه الذي توج به في الموسم الماضي. وجاء هذا التحرك عقب سلسلة من الإخفاقات التي شملت فقدان لقب دوري روشن والوداع المرير لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، بالإضافة إلى الإقصاء الآسيوي على يد ماتشيدا زيليفا والخسارة في السوبر أمام النصر، مما دفع الإدارة لفتح ملف التغيير الجذري الفوري. وبدأت إدارة العميد فعليا في إعادة رسم الاستراتيجية الرياضية عبر تجميد صلاحيات المدير الرياضي الحالي الإسباني رامون بلانس واستبعاده من خطط المستقبل. وفي سعيها لاستقطاب خبرات عالمية فتحت الإدارة خط مفاوضات مع ماكس إيبرل مدير الإدارة الرياضية في بايرن ميونخ. ورغم تعثر المحادثات حاليا بسبب تباين في الرؤى والأفكار، إلا أن النادي ما يزال يدرس خيارات بديلة لعدة أسماء بارزة لضمان قيادة المشروع الجديد باحترافية تامة. وعلى الصعيد الميداني يسعى الاتحاد لتجاوز أزماته الفنية حين يواجه الاتفاق مساء اليوم في مباراة يرفع فيها الفريق شعار الضرورة القصوى، حيث يهدف النادي من خلال الجولات المتبقية في الدوري إلى حصد مركز متقدم يضمن له مقعدا في تصفيات دور النخبة الآسيوي للموسم المقبل، لتكون هذه الخطوة بمثابة مصالحة جزئية للجماهير ومنطلقا أساسيا لإعادة بناء الفريق وتصحيح المسار الفني. صوت الصحافة، نبض الخبر.